اوعى تركب الأتوبيس 375 في بكين، لأنه آخر أتوبيس بيركب فيه بشر وما بيرجعش تاني. اشترك في القناة واضغط لايك وصلى على النبي علشان القصة الجاية يمكن تكون عنك. ويلا نبدأ الحكاية. آخر أتوبيس طالع من محطة بكين رقم 375، الركاب 3 أشخاص بس. فجأة السواق فرمل مرة واحدة عشان ظهر قدامه 2 شايلين واحد مغمى عليه. الغريب كانوا لابسين لبس صيني قديم جدا وشكلهم من غير ملامح كأنهم مش بشر. ركبوا الأتوبيس وقعدوا في آخر كرسي، ومن اللحظة دي كل الناس اللي جوه حسوا برعب غريب. الست العجوزة اللي كانت قاعدة قدامهم عملت مشكلة مع شاب وقالت إنه سرقها ونزلت معاه. أول ما خرجوا قالت له أنا بنقذك، دول مش بني آدمين، ولو كملت معاهم كنت هتموت. وتاني يوم الصدمة، الأتوبيس مرجعش المحطة، وبعد أيام لقوه غرقان في بحيرة بعيدة، جواه جثث راكبين بملامح مرعوبة جدا وكأنهم ماتوا من الخضة مش من الغرق. ولحد النهاردة محدش عارف إزاي الباص وصل هناك ولا مين كانوا الركاب اللي طلعوا فيه. لو الأتوبيس 375 عدى قدامك في يوم، هتركب ولا هتسيبه يعدي؟ قول لنا في التعليقات.